معجم الغيبة والظهور. عجل على ظهورك، عجل على ظهورك يا صاحب الزمان. ثأر الحسين. يأخذ الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ثأر الحسين عليه السلام وشيعته ممن قتلهم أو رضي بفعل من قتلهم. وفي الرواية عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها؟ فقال الرضا عليه السلام: هو كذلك. فقلت: فقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معناه؟ فقال: صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون بأفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب، لكان الراضي عند الله شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. وفي كتب أهل السنة والجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. صدق الرسول الأكرم. وأي خطيئة في الأرض أعظم من قتل الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، على أن رضا ذرار قتلة الإمام الحسين بأفعال آبائهم سيتجاوز رضاهم الداخلي ليأخذ أيضا أبعادا عملية، فيقطعون الطريق على زوار الإمام الحسين عليه السلام، ويحاربون محبيه، ويستبيحون دماء الأبرياء من شيعته، وبذلك يستحقون أن ينزل فيهم الإمام القائم أشد العذاب. ثلاث عشرة امرأة. يكون للعنصر النسائي في ظهور الإمام المهدي عليه السلام حضوره ودوره، وستتولى هذه النساء مهاما خاصة بتوجيه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقد روى المفضل بن عمرو عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال: يكر مع القائم 13 امرأة. قلت:
وما يصنع بهن؟ قال: يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كن مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا تناقض أو تعارض بين هذه الرواية والرواية الأخرى الواردة عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام في وصف الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف وأصحابه حين إعلان ظهوره المقدس، إذ قال عليه السلام: ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة. إذ أن 13 امرأة هن ضمن 50 امرأة اللواتي يكن من أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلا أن ميزة النساء 13 أنهن من الراجعات اللواتي من الله عليهن بالحياة مجددا بعد الممات، كما هو ذيل الرواية الأولى عندما طلب راويها المفضل بن عمرو من الإمام جعفر الصادق تسمية هؤلاء الراجعات، فسمى الإمام عليه السلام بعضهن منهن القنوة بنت الرشيد، وأم أيمن، وحبابة الوالبية، وسمية أم عمار بن ياسر، وزبيدة، وأم خالد الأحمسية، وأم سعيد الحنفية، وصيانة الماشطة، وأم خالد الجهنية. على أن الرجعة ليست مقتصرة عليهن لوحدهن، بل هناك من النساء المؤمنات الكثيرات اللواتي سيرجعهن رب العالمين كرامة لهن. وإنما تمايزت النساء 13 المذكورات في الرواية الشريفة عن غيرهن من الراجعات من أنهن سيكن من أوائل الراجعات، وفي مقدمة طليعة اللواتي سينصرن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حكمة الغيبة. روى عبد الله بن الفضل الهاشمي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن وجه الحكمة في غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال الإمام عليه السلام: إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما. نعم، خرق الخضر سفينة وبنى جدارا وقتل طفلا بأوامر كانت من قبل الله لحكم أرادها الله خفيت حتى عن كليمه موسى عليه السلام، فذكره العبد الصالح الخضر: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وأيم الله إن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف العبد الصالح في هذه الأمة، له من التدابير في غيبته ما هو أعظم حكمة ممن كشف لنا من فعل الخضر عليه السلام. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وفي تتمة الرواية:
قال الإمام الصادق عليه السلام مخاطبا صاحبه: يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد روي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. خروج الدجال وأنصاره. ستكون بداية ظهور الدجال من منطقة بلخ في أفغانستان من صدع أحد أوديته. فقد روي أن رجلا من أهل بلخ دخل على الإمام الباقر عليه السلام، فبادره الإمام قائلا: يا خراساني، تعرف وادي كذا وكذا؟ قال: نعم. قال له: تعرف صدعا في الوادي من صفته كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: من ذلك يخرج الدجال. وفي رواية أخرى أنه يخرج من سجستان، وسيكون له عند مبدأ ظهوره أنصار وأتباع، من صفتهم أنهم من النواصب الشديدي البغض لأهل البيت عليهم السلام. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا لا ينفعه إسلامه، وإن أدرك الدجال آمن به. وسترفع لهم راية في العراق. فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عن علامات الظهور: وصرخ الصارخ بالعراق: هتك الحجاب وافتضت العذراء وظهر علم اللعين الدجال. على أن هناك في من ينتحل المودة لأهل البيت من هو أشد على الشيعة من الدجال، وذلك بسبب تحالفه مع الأعداء وأذيته للمؤمنين. ففي الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. إذن القاعدة التي يضعها الإمام عليه السلام للحكم على الأمور زمن الغيبة، سيما في الفتن المحيرة، للتمييز بين الشيعة الصادقين وبين مدعي التشيع زورا وبهتانا، أن الأخيرين يوالون أعداء أهل البيت ويعادون الموالين.
ادعاء المهدوية هو ادعاء بعض الأشخاص كذبا وزورا أنهم شخص الإمام المهدي المنتظر، وذلك كي يستميل البسطاء من المتدينين أو محبي أهل البيت إليهم. لكن هؤلاء سرعان ما ينكشف دجلهم بسبب عدم صمود دعواهم أمام الدليل العلمي، أو بسبب مقتلهم أو وفاتهم، وهم لما يملأوا الأرض قسطا وعدلا كما هو المفروض في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقد ورد أن عديدين يدعون المهدوية قبل ظهوره عليه السلام، وبعض هؤلاء من ضعاف النفوس من بني هاشم، فيدعون إلى أنفسهم مستغلين تطلع الناس واشتياقهم إلى الظهور المقدس. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يخرج القائم حتى يخرج قبله 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. على أن البعض بلغ به المكر وفي محاولة للتمويه على عوام الشيعة أن يلتف على فكرة ادعاء المهدوية لما رأى أن لا آذان صاغية لها، فادعى كذبا وزورا أنه سفير للإمام وباب إليه. وبلغت ببعضهم الجرأة أن يدعي أنه ابن للإمام أو صهر له، وبذلك يخدعون السذج والبسطاء. وكل مدع لهذه السفارة قبل ظهور السفياني في شهر رجب الذي يسبق الظهور المقدس ب6 أشهر فهو كاذب مفتر لا يصدق في دعواه، كما هو نص الرواية المروية عن الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، إذ قال: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أن هؤلاء الكذبة والدجالين سيكونون من أوائل الناس الذين سينتقم منهم الإمام المهدي لما أحدثوه من خراب في أديان الناس. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. إذن الخروج. من أساسيات العقيدة عند الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يبطئه في الظهور للعالمين والإعلان عن نفسه إلا لأنه ينتظر الإذن من الله بالخروج. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد كتب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى سفيره الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك.
فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره. وقد تهكم أقوام بهذه العقيدة، مع أن هؤلاء أنفسهم في موضع آخر أقروا بعقيدة الإذن، ولكن للأعور الدجال عدو الله لا لولي الله المهدي عليه السلام، وأنه لا يحبس الأعور الدجال عن الخروج إلا الإذن من الله تعالى. فقد روي في صحيح مسلم في فصل كتاب الفتن رواية طويلة عن فاطمة بنت قيس قالت: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته، فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء، فلقي إنسانا يجر شعره، واقتص الحديث إلى أن قال على لسان هذا الذي يجر شعره: أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطأت البلاد كلها غير طيبة. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري إلى الناس، فحدثهم بحديثه عن ذاك الذي يجر شعره، فقال: هذه طيبة وذاك الدجال. سرداب الغيبة يقع في مدينة سامراء، وهو السرداب الموجود في بيت الإمامين العسكريين عليهما السلام. وقد حاول البعض الاستخفاف بعقيدة الشيعة فيه بالافتراء زورا وبهتانا على الشيعة، من أنهم يقولون إن إمامهم يسكن السرداب قبل أكثر من 1000 سنة، بينما الحقيقة التي يعتقدها الشيعة أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يسري بين الناس ويلتقي بهم ويعرفهم ولا يعرفونه، كما كان يوسف لأهل مصر حيث حكمهم ولم يعرفوه أنه نبي الله وحجته عليهم آنذاك، حتى خفي الأمر عن إخوته وأهله. أما سرداب الغيبة في عقيدة الشيعة الاثني عشرية، فهو المكان الذي بدأت منه غيبة الإمام المهدي عن أهله وعموم شيعته، كما كان البئر بداية غيبة نبي الله يوسف عن أبيه وإخوته وعموم معارفه. فإذا لا تعد كلمة سرداب الغيبة انتقاصا لعقيدة الشيعة، كما لا يعد بئر يوسف كذلك، وكما أن البئر أصبح معلما لقصة نبي الله يوسف عليه السلام، فقضية السرداب أصبحت معلما في إثبات وجود الإمام عليه السلام ومجريات الأحداث التي رافقت غيبته، على أن لهذه الغيبة برنامجا وأعوانا، وليست مجرد اختفاء كما زوره الجاهلون. فالغيبة هي سبب في زيادة القوة والمنعة له عليه السلام ولشيعته. قال الإمام الباقر عليه السلام: ولا بد له في غيبته من عزلة، ولا بد في عزلته من قوة. وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم في دولة الباطل،
فلن يغيب عنهم مبثوث علمهم، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة، وهم بها عاملون، يأنسون بما يستوحش منه المكذبون. وقال عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أرزت الحية. أرز الشيء أي إذا انقبض وانكمش واجتمع. وأرزت الحية إلى جحرها أي لاذت به ورجعت إليه على ذنبها القهقرى، فيبقى رأسها وهو آخر ما يدخل منها. وإنما تأرز الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة، أما إذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله، ويسمى هذا بالانجحار. ورد في روايات الغيبة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ذكر الكوفة فقال: ستخلو الكوفة من المؤمنين، ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها. وهو كناية عن انقباض العلم في بيوت علماء الكوفة وانكماشه وعدم ظهوره للعلن بسبب الخوف والاضطهاد والقتل، حتى أن العالم لا يترقب أن يتخطفه الأعداء، فيستر على نفسه وعيالاته ويكتم ما عنده من العلم. وفي تتمة رواية الإمام الصادق عليه السلام قال: ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجة. ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منها إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فتتم حجة الله على الخلق، حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم. ثم يظهر القائم عليه السلام، وبعد الظهور المقدس بأيام قليلة سيقصد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الكوفة، وسيزيل الخوف عنها ويتخذها مقرا لمصلاه وسكناه وعاصمة له، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة على وجه الأرض إلا كان فيها أو حن قلبه إليها. الحندس أي شديد الظلمة والسواد. وليلة حندس أي شديدة السواد لا يرى فيها هلال، وهي 3 ليال في الشهر. وفتنة عمياء حندس كناية عن شدة ظلمة الفتنة وإضلالها للقوم، فلا يبصر فيها شيء، فيقعون في حيرة وظلمة شديدة،
فيعرضون عن طريق الحق ويخرجون عن منهج الصواب، ويتصفون بالظلم والجور والطغيان، فيعمون ولا يهتدون إلى الحق سبيلا. قال الإمام الحسين عليه السلام: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض، ويتفل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، ويلعن بعضكم بعضا. ورد أنه في زمن الغيبة ستكثر هذه الفتن، ولن ينجو منها إلا من كتب الله في قلبه الإيمان. وكما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين، الذين أخذ الله عز وجل ميثاقهم بولايتنا، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه. وعن يونس بن عبد الرحمن، وهو من أصحاب الإجماع، وهو سلمان زمانه، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى، ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النفس الزكية. لعل تسميته بالنفس الزكية لبراءته وكونه يقتل مظلوما. وقد ورد هذا التوصيف ل3 شخصيات قبيل الظهور المقدس، منها النفس الزكية التي تقتل في النجف في 70 من الصالحين، ومنها النفس الزكية التي تقتل في المدينة المنورة. أما الشخصية الثالثة وهي أهمها، إذ هو من العلائم المحتومة للظهور، وهو رسول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قبيل ظهوره المقدس إلى أهل مكة. فعن الإمام الباقر عليه السلام يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، لكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة،
ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا، انصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. يعد هذا التحدي للإمام عليه السلام من قبل المكيين تحولا خطيرا لإعلانهم الحرب على أهل البيت عليهم السلام، فما يمهلهم الإمام حتى يخرج عليهم ويفتح مكة؟ فعن الإمام الصادق عليه السلام: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. بيت الحمد. الظاهر هو موضع استقرار الإمام المهدي عليه السلام إبان غيبته الكبرى، ولهذا البيت خصوصيات لا يمكن إدراكها إلا ما أشار إليه الإمام الباقر عليه السلام بأن لصاحب هذا الأمر بيت يقال له بيت الحمد، فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى أن يقوم بالسيف، ولا نملك تفسيرا لماهية هذا السراج الذي يزهر في بيته، وما هي خصوصياته الخفية التي جعلته مضاء مئات السنين. على أنه وإن خفي عنا بيته عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، إلا أن بيته عند ظهوره المقدس مشخص معروف يقصده منذ أزمنة بعيدة مئات الآلاف من الشيعة كل سنة للتبرك به وتمني لقاء صاحبه. وقد روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله. قلت: يكون منزله؟ قال: نعم، هو منزل إدريس عليه السلام، وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله، وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه، وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه. يا أبا محمد، أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه. فمنزله إذن عند الظهور سيكون في الكوفة في مسجد السهلة، وسيكون أهلها هم أسعد الناس بالإمام المهدي لكونهم جيرانه
عجل الله تعالى فرجه الشريف. زبر الحديد هي جمع الزبرة، أي القطعة الضخمة من الحديد العصية على الانكسار أو الانحناء، وزبرة الحداد سندانه. والزبير من الرجال أي الشديد القوي منهم، وقد يكن الرجال الأقوياء الأشداء الذين لا ينحنون أمام أعتى الظروف والتحديات بزبر الحديد. ورد في صفة أصحاب الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف أن قلب الواحد منهم لأشد من زبر الحديد، وأنه يعطى الرجل منهم قوة 40 رجلا، ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها، ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل، وأن الله تعالى سيسخر لهم الأسباب وسيعطيهم من القدرة حتى يذل لهم كل شيء على وجه الأرض. فعن أبي جعفر عليه السلام قال: كأني بأصحاب القائم عليه السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم عليه السلام. وعن المفضل بن عمرو قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام، وهو قوله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إنهم ليفتقدون عن فرشهم ليلا فيصبحون بمكة، وبعضهم يسير في السحاب يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. قال الراوي: قلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ قال: الذي يسير في السحاب نهارا. ورد في صفتهم أن معظمهم شباب لا كهول فيهم. فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم إلا مثل كحل العين والملح في الزاد، وأقل الزاد الملح.